وعند جهينة الخبر اليقين. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مثل قصتنا اليوم من كتاب كنز الأنساب ومجمع الآداب للكاتب حمد الحويقل. في رجال اسمه الأخنص بن كعب الجهني، رجال انقطع طرق متساوية الحياة معه، كل يوم في دينه، شغلته ينهب يذبح، بس هذه شغلته. تقابلوا واحد اسمه الحسين بن عمرو الكلابي، نفس الطريقة، قتال قتلاء ما يرحم. يوم تقابلوا قال الحسين: من أنت ثكلتك أمك؟ من أنت فقدتك أمك؟ قال: بل أنت ثكلتك أمك، أنا الأخنص بن كعب الجهني. من أنت؟ من أنت لحط سيفي في بطنك؟ قال: أنا الحسين. وش طلعك؟ قال: طلعت مثل الفتيان من أول اللي الحرمية اللي يسرقون ينهبون. قال: وأنا مثلك. قال: أنا مثلك، ما طلعت غير هذه ومثلها. ما أدري وش رأيك؟ يقولها الحسين: وش رأيك أنت عاهد وأنت خاونة وياك؟ أنت عاهد إنه يا حصلنا واحد من عشيرتك ولا من عشيرتي ما تاخذنا فيها الحمية والعنصرية والرحمة مرة، نسرق ونذبح ونروح. أنت عاهد؟ قال: تعاهدنا. تعاهدوا على الكلام هذا، ما تعاهدوا إن واحد ما يذبح الثاني. مشوا مع بعضهم كل خايف من رفيقه واخذ حذره منه، منتبه له، صاحي له، عارف انه بيغدر به في اي وقت. ما ماشيين قابلوا لهم واحد، بداية الخير: تعال هات اللي معك قدام ناخذ روحك. اعطاهم اللي معك كله، حاجة بسيطة. قال: اسمعوا، يقول اللي الأعرابي اللي سرقوه: وش رايكم تعطوني نص مالي وادلكم على واحد شبعان معه قروش؟ خلوا الطفسة اللي انتم اخذتوها مني، اعطوني بس نص مالي وادلكم عليه. قالوا: هذا نص مالك. وين الرجال؟ قال: عانوه وراي في المكان الفلاني، تلقونه رجال شاعر وجاي من عند التجار وجاي من عند الناس المهمين، ما دحهم ومعطينا عطايا واجد، يبي يغنيكم. اليوم يبي يغنيكم. بغيت اكسر الطاولة. ركبوا وراحوا كل ناخذ نحذره من الثاني. يوم جو رجال من بني لخم متكن تحت هاك شجرة ومنزل غداه وياكل، حيوه ورد عليهم التحية وعزمهم، تفضلوا للغداء. الحسين والجهني كل عايم في رفيقه، ما يبي يحول قدام الثاني ذال منه، اخذ نحذره من الثاني. قعدوا يطالعون في بعضهم شوي، نزلوا الاثنين سوا من مطاياهم، اكلوا مع الرجال. قعدوا عنده الجهني، الأخنس الجهني، يعاين في الحسين وعارف ان عنده نية غدر، بس ما يدري وش، عارف انه بيغدر به وبيغدر بالرجال هذا اللي غداهم، ومنتبه له ياكل ويطالع فيه وما ياكلون. قام الجهني قال: بقضي حاجتي واجيكم. قام وعلى رجعته اللي سيف الحسين يقطر دم، جيد ذبح الرجال اللي من لخم وقاعد ياكل، ما عنده فيها، ياكل وهذاك ناقع في دمه وسيفه مسلول والدم يقطر منه ولا عنده فيها. قال: تعال خلنا نكمل غدانا وناخذ مال هذا ونروح. قال: كيف تذبح لك رجال غدانا ما لحناه؟ حرام علينا دمه وماله، كيف تخون كذا؟ قال: يا رجال انت مسوي لي فيها، احنا ما طلعنا غير هذه ومثلها، مسوي لي فيها. تعال بس، تعال اجلس، تعال كمل غداك. جلس الجهني وسال سيفه والحسين سيفه مسلول جاهز. هالحين الحسين يبي يفتك من الجهني. قال: يا جهني، أنت للطير زاجر، يعني تعرف الطيور؟ قال: وما ذاك، وش عندك فيها؟ قال: يعني تعرف وش تقول وكيف حركاتها وطيرانها. قال: وين الطير؟ قال: الطير عانت، تشوف العقاب. قال: وينه؟ يبغاه يرفع رقبته. قال: حسين شفه ما رفع راسه زين، غير الجهني حاط سيفه في نحره ويذبحه وياخذ مال لخم ومال الحسين ويروح. دابلن سبده سيف تذبح رجال مغدينه. روح الجهني، الأخنص الجهني روح، مر على ديرة مراح وإنمار، ولقى زوجة الحسين اسمها صخر تمشي وتنشد عنه، لها سنين تنشد عن الحسين، من عين الحسين. قابلت الأخنص، قال: من أنت؟ قالت: أنا زوجة الحسين. قال: أنا
قال أنت تدورين الحسين، وأنا اللي ذبحت الحسين، الحسين مات. قالت أنت اللي ذبحته، من أنت؟ قال أنا الأخنس الجهني. قالت والله مثلك ما يذبح، ما هي بشايفة الشيء، ولا تقدر على ذبحته، ولا تسترجل أصلا تقول الكلام هذا عشان أنا وياك فالخل الحالنا. لو أنا وياك فالحي ولا عندنا أحد يسمعنا والله ما تقول الكلام هذا، روح روح بس. ويسكت ويخليه ويروح للحي. العالم تجمع ويقول قصيدة من ضمنها الأبيات اللي يقول: وكم من فارس لا تزدريه إذا شخصت لموقعها العيون، كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهم ظنون، تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. عند جهينة الخبر اليقين، عند جهينة العلم اليقين. صار مثل الشطر هذا من القصيدة، صار مضرب مثل لحد الآن. الخبر الأكيد إذا جابه واحد يا ولد في شيء وشيء، قال عند جهينة